اهلا بكل اخواتي واصحابي المحترمين من كل مكان. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بسرعه بسرعه كده عايزه اقول لكم انا فين. انا عند ابو ادم الغول في الوكاله. عايزه اقول لكم اخيرا رحت زرتهم بعد غياب، واتفاجئت بالاسعار واتفاجئت بالموديلات. كالعاده بيفاجئنا بشويه موديلات خطيره. عندهم بقى شويه دريسات وشويه كارديهات وبنطلونات وبلوزات، والله ما ليها مثيل ولا شفت زيها في الوكاله كلها. واحلى حاجه بتميز ابو ادم الغول في الوكاله ان هو بيحط سعر يعني بيحط سعر ثابت. لا بيقولك شوفي اللي عايزاه وانا اقولك سعره، ولا بيقولك هنا ب200 وهنا ب250. لا، كل اللي في المحل بره وجوه، سواء بنطلون او جيب، لو عندهم يعني جيبات او دريس او جلابيه او عبايه او اي حاجه، بيبقى سعر موحد. طب السعر كان كام النهارده يا شيرين؟ الموحد ده كان 140 جنيه. اي حاجه بره او جوه او كله من بره لجوه 140 جنيه، سعر ثابت. وده اللي بيميز ابو ادم الغول. وعلى فكرة السعر بيبقى كده في يوم الجمعة بس، لان الشغل الجديد بيبقى نازل يوم الجمعة. من ابتداء من الحد السعر بينزل، يعني ممكن تلاقيه ب120، ممكن معرفش، ممكن يوصل ل110 حاجة كده، ويفضل بقى ينزل لغاية يوم الخميس، علشان الجمعة ينزلوا الشغل الجديد. حرفيا يا بنات انا شفت شوية لبس عندهم النهاردة. يعني الفيديو ده انا مصوراه يوم الجمعة، تمام؟ علشان تبقوا عارفين التاريخ وعارفين كل حاجة. انا كنت مصوراه يوم الجمعة. في الجولة اللي انا عملتها كانت اول مرة. بس عايزة اقول لكم يعني لو رحتوا بكرة مثلا هتلاقوا من الحاجات دي، لاني ما شاء الله ما يعني كان عندهم شغل كتير كمان في المخزن. بصوا الدريسات وعبايات الاستقبال عندهم حاجة كده، وهم حاجة ملهاش زي، والله بجد بالأمانة ما بشوفش زيها بره، وكمان ما بشوفش السعر ده بره. عايزه كمان اقول لكم ان المحل، اللهم بارك، ربنا يبارك لهم يا رب في رزقهم، كان ملغم بالناس. يعني بصوا انتوا خدتوا بالكم؟ لو رجعتوا كده اللقطه دي، انا محاصره، يعني عارفين، محاصره من ورايا ومن قدامي ومن جنبي ومن شمالي ومن يميني، مش عارفه اصور. فلو تلاحظوا كل شويه اصور في حته شكل. يعني اللهم بارك، عندهم ناس كتير جدا لان شغلهم مميز قوي. بيجي لهم ناس من محافظات، بيجي لهم ناس بتاخد منهم شغل جملة علشان يشتغلوا فيه. يعني في ناس اوريدي بيتاجروا، بيجوا ياخدوا منه ما شاء الله شنط شنط. يعني انا ده شفته بعيني، ربنا يبارك له في رزقه يا رب. لاني بصراحه بصوا الحته اللي انا ماسكاها دي كانت سواريه ب140 جنيه، متخيلين؟ والله يعني مش تمن الايجار حتى. تمام. فبجد بجد بصوا اي حاجه مكتوب عليها السعر السعر اللي هو الثابت ده كام؟ 140 جنيه. يعني البنطلون القمر ده كان ب140 جنيه طبعا. كون ان هو براند وكون الماتيريال. وبصوا شايفين الحته دي قد ايه شيك قوي. وبصوا المقاسات كلها. يعني انتي لو مقاسك يعني لو لو مقاسك كبير هتلاقيه عنده، لو مقاسك اصغر حاجة سمول هتلاقيه عنده. كان عنده كم بنطلونات لا تعد ولا تحصى. في منهم رياضة، في منهم خروج، في منهم اللي هو برجل واسعة. يعني بصي كل ما تتخيلي هتلاقيه عنده. بصوا الكارديهات اللي عنده خطيرة جدا. وطبعا الماتيريال حلو لانها براند، فاهمني؟ طبعا حاجة كده جميلة قوي. تمام. يا ريت بقى اللي معايا لغاية هنا كده في الفيديو يعملوا كده لايك للفيديو، ما ينسوش، عشان الفيديو اللي فات ايه كان مخستك كده شوية. علشان القناة، يعني انا لو لقيت القناة اشتغلت معايا وتمام التمام، يعني عارفين ان طبعا انتوا فاهمين كويس قوي ان الموضوع ده بيشجع اي صاحب محتوى انه يتعب ويشقى علشان خاطر بيلاقي. لكن لما الاقي مثلا الموضوع نايم خالص وكده، فسامحوني، ده فضلا وليس امرا والله. يعني انتوا مش مجبورين على حاجة خالص، ده من ذوقكم بس. تمام. فياريت كده تشيروا كده الفيديوهات شوية وتعملوا لايكات، ما تنسوش، واكتبوا لي اي كومنت، ده هيفرق كتير جدا في الفيديو. وتقولوا لي ايه رأيكم في الكوليكشن الخطير ده. انا بقول لكم يعني
بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ناس من هنا وناس من، انا محاصره بجد يعني، عارفين طول ما انا واقفه عماله اتزقزق يعني، ده حد يزقني من هنا وحد يزقني من هنا، فاللهم بارك ما شاء الله عليهم. شغلهم عشان حلو، فتلاقيهم عندهم زحام دايما ما شاء الله، خصوصا اليوم اللي بينزلوا فيه الشغل الجديد، تلاقي عندهم المحل ده ملغم كده بالناس. بصوا بصوا البلوزة وشياكتها، شايفين اللبس اللي معلقينه؟ طبعا الحيطة دي اساسا كانت مليانة، اللهم بارك، طبعا في شغل منها كتير نزل واتباع. فانا بقول لكم هو اساسا زحمه موت، انا يعني بحاول ما اظهرش حد، بس انتوا لو لاحظتوا كده يعني، لو ركزتوا كده شويه هتلاقوا رجل من هنا، على دماغ من هنا على ايد من هنا كده يعني. طبعا احنا اذكياء وهنفهم ما شاء الله. فعشان كده مش عارفه اخد راحتي والله في التصوير. لو تفتكروا الفيديوهات القديمه بتاعته اللي كنت بصورها عنده، كان ابو جبل اللي هو عنده ده كان بيقف ايه ويطلع لي كده البلوزات كنا بنقدر نصور، لان كان ما بيبقاش فيه زحام من ده خالص. لكن اللهم بارك، ربنا يرزقهم ويزيدهم يا رب. الوقتي الزحام عندهم رهيب رهيب، طبعا من جودة حاجتهم. تمام. كمان عايزه اطلب منكم حاجه، ما تنسوش ان انا بسيب لكم لينك قناه الطبخ بتاعتي، هي طبخ وميزانيات، ميزانيات التوفير يا بنات. لسه عامله لكم ميزانيه، ميزانيه لحوم العيد. الفيديو هيسيبه لكم في اول تعليق مثبت، والقناه لينك القناه يعني هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، فيا ريت يا ريت تدعموني فيها برضو. اتمنى يعني كل حبايبي اللي هنا يدعموني في قناه الطبخ دي، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت وكمان في الوصف، لاني طبعا القناة جديدة جدا، فنايمة نوم رهيب يعني فأنا نفسي بجد تتفاعل، تبقى زي دي كده، ويبقى عليها التفاعل زي دي كده، ويبقى نفس الحبايب اللي هنا هم اللي هنا، نفس الإخوات اللي هنا هم اللي هنا. طبعا هتشرفوني جدا والله. بصوا البلوزات اللي عنده يا بنات، بصوا الشياكة والحلاوة، بصوا يعني فاكرين بقى زمان لما كنت بقعد أقول لكم حاجة حلاوة على بقلاوة، فاكرين؟ بصوا، بص يا بنات، حاجة شياكة فائقة، كلمة فائقة دي قليلة على على الوصف اللي أنا أوصفه للحاجة بتاعت أبو آدم الغول ده بجد. يعني أنا صورت عند ناس كتير في الوكالة، اللي بلاقي عندهم الشغل بتاع أبو آدم الغول ده بيقولوا لي الدرس ب200 وب250 وب300، فاهمني؟ فأنا بالنسبة للدرسات، طبعا في متابعات لسه على الفيديو اللي فات قالوا لي عايزين مكان درسات حلوة. المكان ده يا جميلة اكتر مكان تشتري منه دريس، اشيك مكان تشتري مني تشتري منه بلوزة مقاس كبير. بصوا شياكة بقول لكم فائقة يعني، وفي مقاسات كبير كتير. وانا قبل كده في اول فيديوهاتي معاه كنت طلبت منه يعمل استندات معينة للمقاسات اللي هي الاوفر سايز، علشان ما تروحيش تدوري في كل الكم ده على المقاس الكبير، لا، تبقي عارفة ان التلات اربع استندات دول هم دول الاوفر سايز، هتدوري فيهم عجبك موديل، لان طبعا المحل كبير اللهم بارك، ومش هتقدري تدوري في المحل ده كله على الحتة اللي انتي بتدوري عليها، فهمتي؟ فاقترحت عليه الموضوع ده، بس هم يا عيني عشان مضغوطين جدا، ربنا يعينهم يعني، ما تقريبا كده ما منفعش الموضوع. فزي ما انتوا شايفين صورت لكم على قد ما اقدر والله بلوزات، صورت لكم على قد ما اقدر دريسات، صورت لكم كمان يعني كام بنطلون كده برضو، عشان ايه ما تقولوش ان انا قصرت معاكم في حاجه، ناقص انتوا بقى تدعموني كده وما تقصروش معايا. عايزاكم تدخلوا على القناه التانية هسيبها لكم في اول تعليق مثبت، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يدخل كده في اول تعليق مثبت، هيلاقي القناة بتاعت الطبخ كلها ميزانيات للتوفير وافكار للتوفير، بجد هتعجبك قوي، ان شاء الله هتعجبك زي القناة دي، عشان زي ما قلت لكم يبقى اخواتي اللي هنا هم اللي هنا، ويبقى زيتنا في دقيقنا كده بالعربي الفصيح. تعالوا بسرعة اقول لكم ابو ادم الغول فين. حضرتك هتنزلي محطة مترو جمال عبد الناصر وكالة البلح، تمام؟ محطة مترو جمال عبد الناصر، هتقولي فين شركة الكهرباء هيشاوروا لك عليها وانتي واقفة، هتمشي من جنب شركة الكهرباء، هتسيبي أول شارع، يعني هتعدي أول شارع وهتعدي تاني شارع، تمام؟ هو بعد تاني شارع في محل كوتشيهات هو لازق جنبه، يعني سيبنا تاني شارع، على أول تاني شارع كده من ناحية الشمال هتلاقي محل كوتشيهات، هشاورلك عليه حالا دلوقتي،
وايه، وهو بقى ابو ادم لازق جنبه. حتى هو هنا كان بيوصف لكم المكان، اسلام اللي هو ابو ادم، تمام، كان بيوصف لكم المكان، بس انا ايه، ما عملتش صوت لان كان في دوشه جامده جدا. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش يا بنات بالله عليكم لايك وشير كتير عشان القناه تبقى جامده كده، واحس كده ايه، ان انا اتشجع وانزل اصور لكم بقى الجديد ان شاء الله في الوكاله كلها، واجيب لكم ارخص الاماكن باذن الله. وما تنسوش قناه الطبخ يا بنات، عشان برضو نايمه شويه، عايزين نكبرها كده شويه ونصحصحها شويه. اهو يا بنات شاورت لكم اهو على محل الكوتشيات اللي لازق جنبه، تمام. وادي الشارع اهو التاني شارع اللي بقول لكم عليه، تمام. وهنا ابو ادم الغول، واسيب لكم رقمه في اول تعليق مثبت، ما تنسوش اللي انا قلت لكم عليه. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.